الزمالك خلص رسمي على جناح سويدي فلسطيني اسمه آدم كايد وعنده 23 سنة، مولود في السويد ولعب في أكتر من دوري أوروبي وآخرهم هو الدوري الهولندي. آدم لعب مع فريق ناك بريدا الهولندي الموسم اللي فات 16 ماتش وسجل خلالهم هدف وحيد، بس الملفت إنه لعب 466 دقيقة وكان بينزل دايما من على الدكة، يعني ما كانش بيلعب أساسي. بيحب الانطلاق والمراوغة بس مش صانع لعب قوي، لسه محتاج يتطور في التمريرات الحاسمة. الدولي آدم كايد لاعب دولي، لعب مع منتخب فلسطين 4 ماتشات لكن ما سجلش أهداف خلال المباريات اللي لعبها معاهم، لكنه مصر إن هو يقدم ويكون إضافة لمنتخبه في الفترة الجاية. قيمته السوقية الفترة دي حوالي 300 ألف يورو، والزمالك ما جابوش كإضافة رسمية، الزمالك جابه كأنه بيبني عليه مستقبل. السؤال هنا، هل آدم هينجح مع الزمالك ولا هيتكرر سيناريو لاعبين أجانب ملهمش تأثير؟ قولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات ولا تنسونا باللايك والمتابعة.